أهلا بيكم. النهاردة هنغوص في منطقة عميقة وشائكة جدا، النفس البشرية وعالمها الخفي. رحلتنا هتكون من خلال كتاب كلاسيكي ومهم جدا، الكبت تحليل نفسي لسيجموند فرويد وفيلهلم شتيكل، بترجمة علي السيد معوض. احنا معانا أجزاء من الكتاب ده، وهدفنا إننا نحاول نفهم فكرة أساسية فيه، وهي الكبت. هنشوف الكتاب ده بيقول إيه عن الكبت، وإيه علاقته بالجنسانية، وإزاي بيأثر على حياتنا النفسية. كل ده طبعا من وجهة نظر التحليل النفسي الكلاسيكي. يلا بينا بقى نفكك الموضوع ده سوا. هنحاول نشوف الأفكار المهمة حتى لو كانت غريبة أو تصدم شوية النهاردة. يمكن فهمها يدينا زاوية جديدة نبص بيها على نفسنا. طيب، خلينا نبدأ من الأول خالص. الكتاب ده كله بيدور حوالين الكبت. ممكن توضح لنا أكتر يعني إيه كبت في سياق التحليل النفسي اللي الكتاب بيقدمه؟ تمام. الكبت زي ما الكتاب بيشرحه مش مجرد إن الواحد ينسى حاجة كده وخلاص، لأ، دي عملية نفسية، يعني بتحصل غالباً في اللاوعي. يعني إيه لاوعي؟ يعني في حتة في عقلنا إحنا مش واعيين بيها بشكل مباشر. العملية دي عاملة زي ما يكون في حارس كده بيمنع أفكار معينة أو رغبات أو ذكريات من إنها تطلع للوعي. بيمنعها ليه؟ بيمنعها لأنها ممكن تكون مش مقبولة بالنسبة لنا، أو مؤلمة قوي، أو ممكن تهدد صورتنا عن نفسنا. الكتاب بيعتبر إن العملية دي زي ما بيشير في كذا حتة مش بس طريقة دفاع، دي ممكن تكون أصل لمشاكل نفسية كتير وأعراض بتظهر علينا. يعني هي عملية شغالة، مش حاجة سلبية وخلاص. طب إيه اللي يخلي عملية زي دي تحصل أصلاً؟ ليه نمنع حاجات جوانا؟ بص، الكتاب بيربطها أساساً بصراع بيحصل جوانا طول الوقت، صراع بين رغباتنا وغرائزنا الأساسية. والكتاب ده يركز بشكل مكثف جداً على الغرائز الجنسية والعدوانية، وبين القيود بقى. قيود زي إيه؟ قيود الواقع، المجتمع بيقول إيه، الأخلاق، التقاليد، الدين، حتى ضميرنا اللي جوانا أو الأنا الأعلى زي ما بيسموه. ببساطة، لو جواك رغبة قوية بس التعبير عنها أو تحقيقها ده حاجة ممنوعة أو مخيفة أو عيد، النفس بتلاقي طريقة إنها زي ما تقول تدفن الرغبة دي في اللاواعي. الكبت ده في نظرية التحليل النفسي دي نتيجة للصراع ده. فكرة إن جوانا صراع دايم وإن في حارس بيخبي حاجات، دي لوحدها تخلي الواحد يفكر. هل ده معناه إن كلنا بنعمل كده؟ يعني كلنا بنمارس الكبت ده؟ النظرية دي بتقول بدرجات متفاوتة طبعاً. يعني الكبت ده جزء طبيعي من تركيبتنا النفسية. كل واحد فينا عنده حاجات بيتجنب يفكر فيها، مشاعر بيحس إن ما ينفعش يحسها ناحية حد معين، رغبات ممكن يتكسف منها حتى قدام نفسه. طب وإزاي ده ممكن يظهر؟ ممكن يظهر في حاجات بسيطة زي إنك تنسى ميعاد مهم فجأة، أو زلة لسان تكشف عن حاجة ما كنتش عايز تقولها خالص، أو حتى في أحلام غريبة بتتكرر. الفكرة الأساسية زي ما الكتاب بيقول إن الحاجة اللي اتكبتت دي مش بتموت، بتفضل حية ونشطة في اللاواعي، وبتحاول تلاقي أي سكة تطلع منها وتعبر عن نفسها. طيب نيجي بقى للنقطة اللي دايماً بتعمل جدل كبير لما بنتكلم عن فرويد والتحليل النفسي، التركيز الرهيب على الجنسية. الكتاب تقريباً كل خيط فيه بيرجعه لأصل جنسي مكبوت. ليه كل الاهتمام ده بالجنس بالذات؟ مفيش دوافع تانية قوية بتدخل في الصراع ده حسب كلامهم؟ دي فعلا نقطة أساسية ومحورية جدا في التحليل النفسي بتاع فرويد، والكتاب بيعكس ده بوضوح تام. الفكرة اللي كانت صادمة وقتها والكتاب ماشي عليها هي إن الطاقة الجنسية اللي فرويد سماها الليبيدو هي مش بس الرغبة الجنسية العادية، لأ، دي الطاقة الحيوية الأساسية اللي بتحرك كل سلوكنا البشري وبتشكل شخصيتنا من وإحنا أطفال. كل السلوك البشري؟ ده كلام كبير قوي. بالظبط. ولأن الدوافع دي قوية جدا وفي نفس الوقت هي أول حاجة بتخبط في قيود المجتمع والأخلاق والتربية من سن صغير قوي، فالنظرية بتقول إنها لازم تكون هي المصدر الرئيسي للصراعات النفسية وللحاجات اللي بنكبتها. يعني عشان هي أول حاجة بتتصادم مع العيب والغلط؟ إلى حد كبير الكتاب بيتوسع في النقطة دي وبيوصل بيها للطفولة المبكرة جدا بمفهوم الميل الجنسي في الطفل. وهنا لازم نوضح إنهم مش بيتكلموا عن جنسانية زي بتاعة الكبار، لأ، المقصد هو مصادر اللذة الأولى في حياة الطفل زي الرضاعة أو التحكم في الإخراج والتعلق العاطفي الشديد بالأم والأب. كل دي بيعتبروها مظاهر أولية للطاقة دي وجذور لتطورها بعد كده. فهمت. الكتاب كمان بيعرض المراحل اللي التطور ده بيمر بيها،
الفموية، الشرجية، القضيبية وغيرها، وبيقول إن أي مشاكل أو إحباطات أو تثبيت عند مرحلة معينة ممكن يخلق نقط ضعف ويسبب كبت وصراعات تظهر أثرها بعدين، ممكن تظهر في شكل سمات شخصية معينة أو حتى اضطرابات نفسية. طيب والتطبيقات العملية لده إزاي ده بيظهر في سلوكيات معينة؟ بناءً على الأهمية الكبيرة دي للتطور الجنسي في النظرية، الكتاب بيشوف إن بعض السلوكيات أو الميول اللي المجتمع وقتها كان بيعتبرها منحرفة أو شاذة هي في الحقيقة تعبيرات مشوهة عن رغبات جنسية طبيعية اتكبتت أو متطورتش صح. يعني بيقدم أمثلة زي السادية والمازوخية اللي هي ربط اللذة بالألم، أو الفتيشية اللي هي التعلق الجنسي بأشياء بدل الشخص نفسه زي قطعة لبس أو جزمة مثلاً، والنرجسية أو عشق الذات. وهنا لازم نأكد إن ده تفسير الكتاب. بالظبط، لازم نأكد تاني زي ما الكتاب نفسه بيحاول يوضح في تحليلاته إننا بنعرض أفكار المصدر ده زي ما هي في سياقها التاريخي والنظري. الهدف نفهم الأفكار دي جت منين وإزاي اتربطت ببعضها في الإطار ده، مش بالضرورة نتبناها أو نوافق عليها، خصوصاً إن علم النفس والمجتمع اتطوروا كتير جداً في فهمهم للأمور دي بعد فرويد. تمام؟ يعني التركيز على الجنسانية بالحدة دي ما كانش صدفة، ده كان جزء من بناء نظري متكامل بيشوف الطاقة دي هي المحرك الأول للصراع النفسي وبالتالي للكبت. فكرة كانت صادمة فعلا وقتها وممكن لسه صادمة لناس كتير النهاردة. طيب الكلام النظري ده مهم، بس الكتاب كمان مليان قصص وحالات حقيقية الناس كانت بتعاني، ده بيخلي الأفكار ملموسة أكتر. ممكن ناخد مثال أو اتنين من اللي الكتاب بيعرضهم عشان نفهم بشكل عملي إزاي الكبت ده ممكن يظهر كأعراض في حياتنا؟ أكيد، الأمثلة هي اللي بتدي روح للنظرية. الكتاب فيه حالات كتير، مثلاً بيوصف حالات لشابات كانوا بيعانوا من نوبات قلق فظيعة أو أعراض هستيرية زي شلل مؤقت أو فقدان إحساس في جزء من الجسم ومفيش أي سبب عضوي واضح. طب والتحليل النفسي بيعمل إيه في الحالات دي؟ التحليل النفسي زي ما الكتاب بيشرح مش بيقف عند العرض السطحي ده، بيبدأ رحلة حفر أعمق، بيدور في تاريخ الشخصية، في علاقاتها، في أحلامها، في أفكارها اللي مش واعية بيها، وبيوصل في حالات كتير إن الأعراض دي هي في الواقع تعبير مقنع ومشوه عن صراعات مكبوتة جواها. ممكن تكون مشاعر غضب شديدة مكبوتة ناحية حد قريب زي أم أو زوج، أو رغبات جنسية مرفوضة بتخوفها، أو صدمات قديمة هي نسيتها بس لسه شغالة جواها في اللاواعي. يعني عشان هي مش قادرة تعبر عن الحاجات دي بصراحة؟ بالظبط، النفس بتلاقي سكة تانية ملتوية تعبر بيها من خلال الأعراض الجسدية أو النفسية دي. طب ده مثال يمكن شديد شوية، مفيش أمثلة أقرب لينا؟ ممكن مثال تاني أبسط شوية، فكرة الأسرار المكبوتة وتأثيرها. الكتاب بيشير إن الشخص اللي شايل جواه سر كبير، سواء فعل عمله أو فكرة مش قادر يقولها أو ذكرى مؤلمة وبيفضل كتمه، السر ده بيبقى عبء نفسي تقيل جداً. الكتمان المستمر ده بيستهلك طاقة نفسية رهيبة، وممكن يظهر في شكل قلق دايم، أرق، إحساس بالذنب مش مفهوم مصدره، أو حتى أعراض جسدية ملهاش تفسير. السر المكبوت ده بيشتغل زي سم بطيء جوه النفس. وده يفسر ليه ساعات مجرد الكلام أو الفضفضة بيريح. تماماً، عشان كده بنلاقي في التحليل النفسي وفي طرق علاج تانية كتير إن الاعتراف أو مجرد القدرة إن الواحد يبوح بالسر ده لحد تاني زي المعالج مثلاً ممكن يكون خطوة أولى ومهمة قوي في الشفاء. اللي لفت نظري قوي هنا هو إن التحليل النفسي مش بيتعامل مع الأعراض دي كأنها مجرد عطل لازم نصلحه وخلاص. بالظبط، هو مش بيشوفها مجرد مشكلة سطحية، لأ، هو بيشوفها زي ما الكتاب بيقول كنوع من الحلول الوسط أو التسويات اللي النفس بتعملها. هي طريقة غريبة ومؤلمة أحياناً، بس هي طريقة النفس بتحاول بيها تحقق توازن صعب. يعني إيه؟ يعني تعبر بشكل رمزي ومقنع عن الرغبة أو الصراع المكبوت عشان تخفف الضغط اللي جواها، وفي نفس الوقت تتجنب إنها تواجه الحقيقة الكاملة للحاجة المكبوتة دي اللي ممكن تكون صعبة قوي لو ظهرت مرة واحدة. يعني كل عرض مهما كان شكله غريب أو ملوش معنى في الظاهر، هو في الحقيقة ليه معنى خفي وعميق مرتبط بتاريخ الشخص وصراعاته اللي جوه. دي فعلا فكرة قوية ومختلفة خالص عن النظرة السائدة للأعراض النفسية، إن العرض نفسه ممكن يكون رسالة متشفرة أو محاولة يائسة من النفس لحل مشكلة أكبر. ده يخلي الواحد يبص للمعاناة النفسية بشكل مختلف، يمكن فيه تعاطف أكتر. طيب، لو الأعراض دي مجرد تعبيرات عن الكبت والصراعات اللي جوه، إزاي بقى التحليل النفسي كعلاج بيتعامل مع الأصل
مع الكبت نفسه، إيه الآلية اللي الكتاب بيقدمها؟ الهدف الأساسي للتحليل النفسي زي ما الكتاب بيطرحه ببساطة هو مساعدة الشخص إنه يوصل للحاجات اللي كبتها دي في اللاوعي بتاعه وينور عليها بكشاف الوعي. الفكرة إن لما الحاجات اللي كانت بتخوف أو مرفوضة أو بتوجع تطلع للسطح والشخص يقدر يبصلها ويفهمها في سياق حياته ويشوف إزاي كانت بتأثر عليه من ورا الستارة، الحاجات دي بتفقد جزء كبير من قوتها وسيطرتها عليه. يعني الفهم والوعي هم اللي بيساعدوا؟ الفهم والوعي بيخلوا الشخص يقدر يتعامل مع الصراعات دي بشكل أنضج وأقرب للواقع، وبالتالي الأعراض اللي كانت مجرد تعبير مشوه عنها ممكن تبتدي تخف أو تختفي، مش عشان حاربناها، لأ عشان فهمنا الرسالة اللي وراها وتعاملنا مع المصدر. طب إزاي المحلل بيساعد الشخص يوصل للحاجات المدفونة دي؟ إيه الأدوات؟ الكتاب بيشير لأدوات أساسية، أهمها يمكن التداعي الحر. يعني إيه؟ يعني الشخص بيطلب منه يتكلم عن أي حاجة تيجي في باله من غير ما يحاول يرتب كلامه أو يراقبه أو يحكم عليه. أي فكرة، أي إحساس، أي ذكرى. ودور المحلل إنه يسمع بانتباه شديد ويساعد الشخص يلاحظ الروابط اللي ممكن ما كانش واخد باله منها بين الأفكار والمشاعر والذكريات دي، ويكتشف الأنماط اللي بتتكرر والمعاني اللي ورا الكلام. والأحلام؟ دايما بنسمع إن فرويد كان مهتم بالأحلام. طبعاً، أداة تانية مهمة جداً هي تفسير الأحلام. فرويد اعتبر الأحلام دي الطريق الملكي للواعي، يعني زي شباك بنطل منه على الحاجات المكبوتة بس وهي متنكرة في شكل رموز عشان تعدي من رقابة الوعي. وكمان في تحليل الأفعال الزلالية أو أخطاء الإفلات زي ما بيسموها. زي إيدي، زي زلات اللسان أو إنك تنسى اسم حد أو تعمل حاجة غلط صغيرة كده من غير قصد. التحليل النفسي بيشوف إن دي مش مجرد صدف، دي تعبيرات صغيرة عن رغبات أو دوافع لا واعية قدرت تفلت من الرقابة للخصة. رحلة الكشف دي أكيد مش سهلة خالص، مش مجرد تمرين عقلي. الكتاب بيأكد قوي على ظاهرة اسمها المقاومة، يعني الشخص نفسه اللي جاي للعلاج عشان يرتاح وعايز يفهم نفسه بيلاقي نفسه بشكل لا واعي بيقاوم العلاج. بيقاوم إزاي؟ ممكن يبتدي يتأخر عن المواعيد أو ينساها، أو يحس فجأة إنه ما عندوش حاجة يقولها، أو يفضل يتكلم في مواضيع سطحية ويتجنب يدخل في العمق، أو حتى يهاجم المحلل أو يشكك في العلاج كله. والمقاومة دي طبيعية ومتوقعة جداً، لأن الحارس اللي كان بيمنع الحاجات المكبوتة تظهر لسه شغال، والكشف عن الحاجات دي ممكن يكون فعلاً مؤلم أو بيخوف أو بيهدد الصورة المستقرة اللي الشخص بنيها عن نفسه. والمحلل دوره إيه هنا؟ جزء كبير من شغل المحلل إنه يساعد الشخص يلاحظ المقاومة دي ويفهم أسبابها ويتغلب عليها عشان يقدر يكمل رحلة الاستكشاف. وفي الآخر الهدف مش بس نوصل لفهم عقلي، لأ كمان نحقق اللي بيسموه التفريغ الانفعالي. يعني إيه تفريغ انفعالي؟ يعني نحرر الشحنة العاطفية القوية اللي كانت محبوسة مع الذكريات أو الصراعات المكبوتة دي. البكاء، الغضب، الحزن اللي بيطلع في الجلسات ممكن يكون جزء مهم جداً من عملية الشفاء نفسها. فعلا الوصف ده بيوضح إنها مش مجرد فضفضة عادية، دي رحلة استكشاف داخلية عميقة ومنظمة، زي ما نكون بننقب عن آثار جوه طبقات النفس. رحلة محتاجة شجاعة وصبر من الشخص، ومحتاجة دليل خبير اللي هو المحلل يساعده يمشي في الضلمة دي ويتخطى العقبات عشان يوصل للحقيقة اللي جواه. طيب لو رجعنا لورا حتة، احنا قلنا إن الكبت بيحصل بسبب الصراع بين الدوافع الداخلية والقيود الخارجية. الكتاب بيتكلم كتير عن دور المجتمع والتقاليد في فرض القيود دي. ممكن نوضح أكتر إزاي الكتاب بيشوف العلاقة بين الكبت والمجتمع؟ بالظبط. لو ربطنا ده بالصورة الأكبر، الكتاب بيقدم ساعات بصراحة وساعات بين السطور نقد اجتماعي للثقافة والمجتمع اللي التحليل النفسي طلع فيه، اللي هو أوروبا في أواخر القرن ال19 وأوائل ال20. وجهة النظر اللي بيطرحها هي إن المجتمعات اللي بتبالغ قوي في فرض قيود أخلاقية واجتماعية، خصوصاً في اللي ليه علاقة بالجنس والتعبير عن المشاعر بحرية، هي بتخلق بيئة مناسبة جداً لانتشار الكبت النفسي. يعني كل ما العيب والحرام زاد، كل ما قائمة الممنوعات والتوقعات المثالية اللي مش واقعية كبرت، كل ما الناس اضطرت تكبت أجزاء أكبر من دوافعها ورغباتها الطبيعية عشان بس تقدر تعيش وتبقى مقبولة في المجتمع. والكبت الزيادة ده حسب النظرية هو البنزين الأساسي للاضطرابات النفسية والأمراض العصبية. طب هل الكتاب بيدي أمثلة على ده؟ طبعاً.
بيعرض أمثلة كتير بيشوف فيها أثر الضغوط المجتمعية دي. يمكن أوضح مثال هو تحليله لوضع المرأة في المجتمع الأوروبي وقتها. بيشير إن المرأة كانت عايشة تحت ضغط توقعات اجتماعية قاسية جداً، بتقيد حريتها في التعليم والشغل والتعبير عن رأيها، وبالذات بقى في التعبير عن رغباتها واحتياجاتها العاطفية والجنسية. الكورساج الاجتماعي والنفسي ده اللي كان مفروض عليها كان بيؤدي بالضرورة لكبت رهيب لمشاعرها ورغباتها وطموحاتها. والكبت ده كان بيظهر إزاي؟ حسب الكتاب كان بيلاقي سكة يطلع منها في شكل أعراض نفسية وجسدية متنوعة اللي كانوا بيشخصوها وقتها غالباً بالهستيريا، وده كان مصطلح واسع بيشمل أعراض كتير ملهاش سبب عضوي واضح، أو قلق واكتئاب أو مشاكل زوجية زي البرود الجنسي. فالكتاب هنا بيلمح بقوة إن جزء كبير من المعاناة النفسية للفرد ليها جذور اجتماعية وثقافية أعمق، وإن تغيير الظروف الاجتماعية ممكن يساعد في تحسين الصحة النفسية. وطبعا لازم نأكد إن ده تحليل لسياق تاريخي واجتماعي معين. أكيد ده السياق اللي الكتاب نفسه كان بيحلله وبيتكلم عنه، مهم جداً ما ننساش النقطة دي. تمام. ده بيضيف بعد مهم قوي للصورة. الكبت مش بس مشكلة فردية جوه دماغ الواحد وخلاص، لا، ده بيتأثر وبيتشكل بشكل كبير بالقالب الاجتماعي والثقافي اللي الواحد عايش فيه. القيود والقيم والتوقعات اللي حوالينا ليها دور أساسي في تحديد إيه اللي بنسمح لنفسنا نحس بيه ونفكر فيه، وبالتالي بتحدد إيه اللي بنضطر نكبته ونخبيه حتى عن نفسنا. طيب، لو حبينا نلم الخيوط دي كلها ونلخص أهم الأفكار اللي طلعنا بيها من استعراضنا للأجزاء دي من كتاب الكبت تحليل نفسي لفرويد وشتيكل، ممكن نقول إننا شفنا الكبت كآلية نفسية معقدة وقوية شغالة في الخفاء، زي مخرج سري في مسرح النفس بتبعد عن وعينا كل اللي بيوجع أو مرفوض أو بيخوف. والآلية دي بتتغذى بشكل كبير على الصراع الداخلي بين رغباتنا الأساسية وبالذات الطاقة الجنسية أو الليبيدو في رؤية الكتاب ده، وبين جدران الواقع والمجتمع والأخلاق. والأهم إن الحاجات المكبوتة دي مش بتختفي، بتفضل تتكلم بلغتها الخاصة من خلال الأعراض النفسية والجسدية ومن خلال الأحلام وزلات اللسان وغيرها من تعبيرات اللاوعي. والتحليل النفسي بيقدم نفسه كمحاولة لفك شفرات اللغة دي وكشف المستخبي في اللاواعي عشان نوصل لفهم أعمق لنفسنا ونحررها من القيود اللي مش شايفينها دي. طيب، كل ده معناه إيه في الآخر لينا إحنا كأشخاص عاديين بنسمع الكلام ده النهاردة؟ إيه القيمة العملية أو الفايدة من التعرف على الأفكار دي حتى لو كانت معقدة أو بتثير الجدل؟ أعتقد إن القيمة الكبيرة للتعرض لأفكار زي دي حتى لو بشكل مبسط زي ما حاولنا نعمل وبعيداً عن إحنا متفقين معاها ولا لأ، هي إنها بتهز شوية ثقتنا الزايدة في إننا فاهمين نفسنا 100%، أو إن دوافعنا كلها واضحة ومعروفة. بتفتح عينينا على احتمالية إن في طبقات أعمق وأعقد جوانا، فيها دوافع وقوة خفية بتحرك سلوكنا ومشاعرنا وردود أفعالنا أكتر بكتير مما نتخيل. وده ممكن يخلينا أقل تسرع في الحكم. بالظبط. الفهم ده أو حتى مجرد الانتباه للاحتمالية دي ممكن يخلينا أقل اندفاعاً في الحكم على نفسنا وعلى الناس. ممكن يخلينا عندنا فضول أكتر، نسأل الأسئلة بدل ما نقفز للاستنتاجات السريعة، وأكثر تعاطفاً مع السلوكيات اللي تبان حريبة أو مش منطقية، سواء كانت سلوكياتنا إحنا أو سلوكيات اللي حوالينا. وده بقى يطرح سؤال مهم ممكن يكون هو بذرة التفكير اللي نسيبها للمستمع بعد النقاش ده. بناء على اللي استعرضناه من أفكار الكتاب عن الكبت وإزاي بيعبر عن نفسه بطرق ملتوية ومش مباشرة من خلال الأعراض والسلوكيات، هل ممكن نبدأ نلاحظ بشكل مختلف شوية في حياتنا اليومية، سواء في نفسنا أو في الناس القريبة مننا، بعض الأنماط أو ردود الأفعال اللي تبان مش مناسبة للموقف أو اللي بتتكرر بشكل غريب أو اللي بتخلينا نستغرب أو نحتار؟ تقصدي بدل ما نستغرب أو ننتقد؟ بدل ما ننتقد أو نستغرب أو نحكم بسرعة، هل ممكن نقف لحظة ونسأل نفسنا بهدوء؟ يا ترى إيه ممكن يكون الصوت المكبوت اللي بيحاول يوصل من خلال السلوك ده؟ يا ترى إيه الجرح القديم اللي لسه بيوجع؟ أو إيه الرغبة المستخبية اللي مش لاقية سكة تانية تعبر بيها عن نفسها؟ مجرد طرح السؤال ده بفضول وتعاطف ممكن يكون بداية رحلة مدهشة لاكتشاف الذات وفهم أعمق بكتير للنفس البشرية بكل تعقيداتها وجمالها الخفي.